السلام عليكم. اليوم في شهيوة ام وليد راح ندير لكم سلطه سهله وتجي بزاف بنينه، واللي هي سلطه الباذنجان. مقاديرها سهله وتجي يعني رائعه. نبداو بطريقه التحضير. راح نحكم الثوم 2 سنين تاع الثوم، انا درت حبه فقط تاع الباذنجان، وكل وحده دير على حسب الافراد العائله تاعها. واش ندير لهذا الثوم؟ راح نقطعوه بهذا الشكل بالطول بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نزيد الفص الاخر. مليحه بزاف هذه السلطه في الصيف في رمضان، لما لا، مع الشهر الفاضل راه قريب. نبداو نوجدوا من الان بالوصفات السهله. اذا راح نثقب الباذنجان تاعي بالموس وندخلو هذاك الفص تاع الثوم بهذه الطريقه باش كي نشووه راح يجينا بنين هذاك الباذنجان. والثوم تنقص لوغو تاعو، لانه الغو تاعو كي يكون خضر يكون بزاف قاصح. بهذه الطريقه كي نشووه مع الباذنجان راح ينقص لنا لوغو تاعو ويجينا بنين بهذه الطريقه. كاين بزاف اللي يعرفوا هذه الوصفه، لكن حنا تعمدت باش نديرها لكم لانه كاين اللي ما يعرفوهاش. كما راكم تشوفوا ندخلي هذوك الفصوص تاع الثوم، تقبوها عشوائيا بهذه الطريقه وندخلوهم مليح. اذا انا حندخلها للفوغ تنشوى عادي. ها هي الحبه تاع الباذنجان تاعي بعد ما ثقبتها ودخلت لها كامل الثوم في الوسط. راح ندخلها للفوغ تنشوى. حطوها هكا في سنيوه، شعلوا لها من التحت. كي تشوفوها طابت من التحت عاودي قلبيها حتى تنشوى لكم مليح، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا الباذنجان تاعي راهي تشوات، راهي مازالت سخونه. نديروها في كيس بلاستيكي. راهي مازالت سخونه، يعني هي سخونه. نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها حتى تبرد ونلتقي فيما بعد. اذا هنا بعد الباذنجان تاعي مع القد كما راكم تشوفوا راه داير الماء في الكيس تاعنا. راح نحو الحبه تاع الباذنجان تاعنا وراح نقشرها. نبدا نحي لها الراس هو الاول. بسم الله. راح تتقشر بكل سهوله كي تخلوها في الساشي. خلوها تعرق مليح باش تقشركم بالخف. هنا بعد ما قشرتها ها هو الثوم اللي درناه حتى هو راه تشوى وراه طري كما راكم تشوفوا. نخلوه مع الباذنجان في الوسط. راح نقطعوه بالموس بهذه الطريقه. وهذه الكيفيه تجي بزاف بنينه وتجي خفيفه. نتمنى انكم تجربوها. ديرها في طبسي شويه كبير. اذا واش راح ندير؟ راح نحكم فرشيطه ونمعسو شويه داك الباذنجان مع الثوم حتى الثوم راه تشوى، يعني راه طايب. والبنه تاعو ما تجيش قاصحه بزاف، لانه كي ديروه خضر هذاك الثوم راح يجي قاصح بزاف. كاين اللي ما يحبوهش، لكن بهذه الطريقه راح يجي بنين بالعكس. نمعسوه مليح بالفرشيطه. اذا واش راح نديرلو؟ التتبيله تاعو سهله بزاف. راح نديرلو الملح، نملحوه ونديرلو لا مايونيز. هذا واش يسحق الملح والمايونيز. كميه مليحه تاع المايونيز. نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا بنينه بزاف. كما نعرفوا انه المايونيز فيها كلش، فيها الخل، فيها كل شيء. عفوا بهذه الطريقه. راح نزيد لها شويه.
ها هي السلطه تاعنا واجده، راح نديرها في طبسي اخر. بهذه الطريقه نقدموها. نسقموها مليح. بصح التقديم تاعنا واش راح نديرلو؟ انا راح نديرلو شويه تاع زيت الزيتون، تبقى اختياريه، اللي ما تحبش زيت الزيتون ما ديرش. من الفوق هي طيب لنا بزاف شابه. ونشبحو بالزيتون الاسود. كما قلت لكم دائما يعني التزيين يبقى اختياري. اذا ها هي السلطه تاعنا واجده، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها لانها بزاف بنينه. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي وتبارطاجيو لي فيديو على اصدقائكم حتى تعم الفائده. وتقدروا تتبعوني على صفحتي على الفيسبوك شهوة ام وليد. والى اللقاء مع وصفه جديده.